السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي سلطه بطاطس. تمام. سهله وسريعه ومش هتاخد معانا وقت. عندي دي ميه، انا غاسله الحله دي وحاطه فيها نصها ميه من الحنفيه، وعندي دي بطاطس مغسوله ومتقطعه زي ما انتم شايفين كده. هصفيها. بصوا كده يا جماعه، ننزل بقى بالبطاطس كده على الميه بتاعتي. تمام اهو. طبعا انا غسلاها كويس وشطفها 3-4 مرات وايه ونصفيها. تمام. عندي بقى هنا ايه، نديها تقليبه كده بسيطه. مش هحط اي حاجه غير اني هحط ايه، شويه كركم. هي دايما سلطه البطاطس تمام بتبقى ايه، ونحاول ان احنا لما نسلقها ما نهرهاش، يعني ايه عشان ما تتهرش منها. تمام. حطينا كده الكركم. هقلب بقى كده وارفعها على النار لحد ما تبقى ايه، مستويه 3/4 سوا، مش عايزاها مهريه. تمام. وعندي هنا دي كزبره زي ما انتم شايفين كده، دي ربطه كزبره. انا هاخد على قد ما اخد وممكن ايه اخدها كلها. هوريكم بقى خطوه خطوه كده هنعملها بقى بعد ما تتسلق، وهوريكم التتبيله بتاعتها هنعملها ازاي. هجيب البوله واوريكم التتبيله بتاعتها ايه هنعملها ازاي. عبال ما تتسلق تخش على سوا هكون انا عملت معاكم التتبيله. تمام. دي سلطه بطاطس مستعجله، عايزه تعمليها كاكله جانبيه جنب اكل، طالعه مشوار، طالعه حاجه، احنا طالعين كده يعني يوم رحله كده مع الجماعه. تمام. قلت اعمل ايه حاجه سريعه، فقلت ايه المنيو، ايه ان انا اعمل ايه المنيو بتاعي النهارده. اعمل رز بسماتي بانيه وجايبه له بهارات الكبسه، وهعمل سلطه بطاطس. لان لو انت في الرحله، اي رحله انت طالعاها، لو عملتي بطاطس محمره هتجلد منك ومش هيبقى ليها طعم. فسلطه البطاطس دي انسب حاجه تعمليها وتحطيها في علبه وتاخديها معاكي. انا هرفعها على النار تتسلق وهرجع اوريكم هنكمل هنعمل ايه مع بعض. بصوا كده يا جماعه، انا هنا دي كزبره انا خرطتها. عندي البطاطس اهي، بصوا طبعا طلعتها. وفي بقى ايه، في اللي استوت بقى كده، خلي بالنا، وحطيتها بقى بردتها عشان ايه كانت ممكن تتهري معايا. تمام. وعندي ليمونه هنا اهي، وعندي ده الخل، هنحط خل برضو هوريكم دلوقتي. هنتبل الاول، هنحط ايه، بصوا كده هحط معاكم ملح. تمام. ملح اهو. الملح الايه يعني ما نكترش، يعني مناسب للتتبيله دي. شويه فلفل اسود مش كتير برضو، شويه كمون، شويه بهارات. تمام. كل ده بيطعم عندي البطاطسايه. وشويه بابريكا صغيرين خالص. تمام. طبعا احنا سالقينها بقى في الكركم. هي بيبقى لونها بتاخد اللون الايه الاصفر اللي انتوا شايفينه ده. وفي ناس بتعملها ايه متشوحه على النار وتطش التومه. طبعا احنا نحط تومه، هحط توم معاكم. انا فضلت ان انا اسلقها عشان ايه ما تبقاش فيها يعني في واحده وواحده، يبقى في نيه وفي مستويه. تمام. فاضل يبقى ننزل بقى بالخل وبعدين التوم بقى. دي مثلا ايه بتاعت ليمونه ولا حاجه، بذره ليمونه بنشيلها. خلينا حلوين كده. ننزل بقى بحته توم بقى. انا عندي ايه توم بقى اللي هو المفروم ناعم قوي، اللي انا كنت فرماه وشايلاه في الفريزر. بس كده. بصوا كده.
بصوا كده اهو معايا، نصفيهم في الميه. نصفي بقى البطاطس كده بتاعتي. بصوا ما خدتش وقت، بس ناخد بالنا بقى. انا سبتها بس دقيقتين كده، لقيتها كانت هتتهري مني في الميه. ما نسيبهاش في الميه السخنه، بدل استوت حسينا قلت لكم عايزاها 3/4 سوا. فبس هي برده كده كويسه يعني، الحمد لله انا لحقتها يعني. الرخامه عندي زي الفل، لسه مصبناها ومسحها بخل دلوقتي من شويه. بصوا بصوا كده يا جماعه، خلاص كده البطاطس كده بتاعتي صفيناها اهو. هنقلب بقى كده التقليبه، نقلبها كويس اهو زي ما انتم شايفين كده. اللي حابب بقى يحط شطه يحط، يعني الشطه دي اختياري كده. اللي انا عندي سلطه البطاطس بتاعتي جاهزه، ما خدتش وقت وحاجه كده يعني جنب اي اكل بتعمليها. كنا بنجيبها زمان، كانت بتتعمل بنجيبها مع البيتزا. في محلات بتعملها وفي محلات ايه بطلت تعملها. عايزه بقى ندوق بقى كده مع بعض ونشوف بقى، لو عايزه ملح نحط لها ملح. المعلقه اللي دقت بيها حطيتها في الحوض. بصوا بقى، عايزه اقول لكم تحفه، طعم تحفه. بس كده بقى ايه، سلطه البطاطس بتاعتي خلصت. هشوف بقى مثلا علبه ولا حاجه ونشيلها فيها، تتشال في التلاجة وتاخدوها معاكم في اي مكان، مش هيجرى لها اي حاجه. ولو انت بتحبي السلطات دي وحابه ان انت مثلا كل يوم في الغدا على العشاء تاخدي شويه تحطيها برده في علبه في التلاجة وتطلعي منها على قدك. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. الله اكبر، الله اعظم، العزه والدوام لله. ده كان فيديو سلطه البطاطس بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.